الله راح اطرحها في عيد الفطر، وقاعد اشتغل عليه الحين، بس خلصت اختيارات، بس الحين داش بالتنفيذ ان شاء الله. زين احمد، خلينا نتكلم شوي عن ستار اكاديمي. اي نعم. ستار اكاديمي شنو يعني لك؟ هو برنامج قدمت عليه طبعا انا. شفت انه برنامج غنائي ومسرح واكاديميه، هي مو بس غنائي يعني، كله كشخصيه كله كامل. قدمت عليه برنامج عادي ودخلت الحمد لله، وتوفيق من ربك. هل اضاف لك شيء؟ اي والله اضاف لي. قبل كنت وايد مستعجل، كله طاير، كله بسرعه بسرعه كله، بس الحين طقيت بريك شوي، قمت اتركز شوي، اصبر شوي، عندي طولة بال، يعني استفدت من اشياء. يعني قبل مثلا كنت ملقوف؟ لا ملقوف مو حلوها، مو ملقوف؟ اي لا مو ملقوف. انزين، طاير يعني طاير بلقافه ولا شنو؟ طاير بس كذي؟ مو بلقافه، لا يعني كنت استعجل في اتخاذ القرارات مثلا، هالشغله يعني. احمد، ابي اسمع اغنيه من صوتك. انا اختارها يعني كذي، حابها يعني الحين بهالوقت اللي تشوفه. انا حبيت اغنيه نوال، فنان نوال، شريط الجديد. الله. انت طيب. خلنا مني، طمني عليك، ما انام الليل من خوفي عليك. خلنا مني، طمني عليك، ما انام الليل من خوفي عليك. انت طيب، هذا هو اللي يهم. انت طيب وغير هذا ما يهم، ما يهم. انت طيب. الله. يعطيك العافيه احمد. الله يعافيك. زين احمد، شنو سالفه الاعلانات اللي قاعد تسويها بكثره هالايام؟ وايد قاعد تسوي اعلانات يعني بطريقه مو طبيعيه، انه يعني اي جريده نبطلها انت ابوي يعني اعلان. الراديو احمد ما ادري شنو، وسمعت ان انت هم بعد بتسوي صورتك راح تنزل على جبن جلاس. جبن جلاس؟ اي. Scene 1, Apple, take 1. ممكن نقطع شوي. اوكي. ستوب. ستوب محمد. خير. شنو جبن جلاس وحاط صورتك عليه؟ لا هذه معلومات وصلتني يا احمد. لا هذه معلومات وصلتني، عرفت؟ ان انت الحين مقبل على دعايه بيحطون صورتك على جبن جلاس. اوكي. لا جبن جلاس ما اسوي جبن جلاس. اي انا هذه المعلومات ولا احد يسوي دعايه جبن جلاس. لا في وايد. لا في. لا ما في. ما ادري. خلاص اوكي، نشيل محمد، نشيل هالسؤال، نشيله وندش على اللي وراه. ماشي؟ يلا حبيبي. Scene 1, Apple, take 2. الفنان احمد حسين. احمد، انت ما سويت البوم، ما نزلت اغنيه حتى اذا سنجل؟ لا نزلت اغنيه سنجل. شنو هي عفوا؟ نزلت اغنيه سنجل حبيب قلبي، يعني هي وغنيتها في المسرحيه. غنيتها في المسرحيه. انا موضوعي على المسرحيه. اوكي. ان انت هديت الغناء وانتقلت حق التمثيل. هل انت فشلت في الغناء؟ ما مثلت. ما فشلت في الغناء؟ ما فشلت. انا ما غنيت شيء عشان افشل الحين، ما سويت شيء، انا ما نزلت شيء. لما ينزل البوم ذيك الساعه يثبت مستوى احمد، يا داون يا وسط يا اعلى. بس انت مثلت. احنا نسوي اللي علينا والباقي على الله. ما مثلت انا. لا انت مثلت. لا ما مثلت. في المسرحيه كان دوري دور غنائي. حلو، بس انت الحين صعدت الخشبه. تمثيل في حوار، هني تقول تمثيل. اذا كان في حوار بيني وبين شخص على المسرح تقدر تقول تمثيل. سؤالي لك، سمعت ان انت كنت تغني في مطاعم قبل. مطاعم وين يعني مثلا؟ يعني مطاعم مع ربعك كذي تروحون يشوفونك فجأة بمطعم. شلون مع ربي؟ فسر لي شلون يعني اغني بمطعم مثلا؟ بالنافورة راقصة شغلة كذي يعني. ليش نافورة راقصة؟ حفلات عادية يعني. ليش اسمي احمد ولا ممدوح مثلا؟ لا ما احنا كنا نشوفك ان شنو ان انت كنت تغني في المشروعات السياحية. لا ما كنت اغني، معلومة غلط. زين، ولا بالمواسم؟ لا. زين احمد، سؤال جدا مهم. بس بعرف من قاعد من المعد، شنو الاسئله اللي حاطينها؟ زين وقف. شو البرنامج؟ نوقف. اسئله ما لها داعي، ما في شيء قاعد نستفيد منه. شو الاسئله؟ تغني بنافوره راقصه يحطون وجهك في جلاس. هذا مشكله عندنا. احمد المعد مو موجود. من المعد؟ من المخرج؟ شنو هذا؟ المخرج محمد. محمد دقيقه بس تطلع لنا. اخ محمد. يعني ما له داعي كلش اسئله، ما له داعي، ما في شيء يعني. الناس تشوف البرنامج شو بتشوف؟ حط شو هالكلام الفاضي؟
قاعد افهم سالفه المعد محمد. شو الاسئله يبا؟ هذا كله بالمونتاج. المونتاج يصير على اي اساس حاطهم انت عشان قبل لا تشيلهم؟ ليش حاطهم؟ شو ما المشكله شفتهم؟ احنا مستلمين شلون تقول علي وتحصلون علي الموعد وشي وانا اي اخر شيء ما في شيء جاهز؟ اصوات صار لك ساعه، سامع مو سامع، احمد ممدوح ما ادري شنو صار لك ساعه. اخر شيء اسئله ما في شيء، شنو الاسئله هذه؟ لا خلاص اوكي. يلا ان شاء الله. اوكي لا خلاص انا بخلص. بفتك والله. يلا يلا جماعه 3 2 1. لحظه شنو لا بفتك؟ بفتك عشان بنخلص بمشي يعني. حتى انا بمشي. اي بمشي بفتك عشان وايد طولنا بالحلقه. بس اسلوب احلى من كذي يعني. لا مو بفتك منك. لا العفو. لا انت حبيب. لا مو عليك ترى عفوا. اوكي يا تفضل يبا. عودة مجددة مع أحمد حسين. أحمد، إذا أنا قلت وجهة نظري فيك هل راح تقبلها؟ اكيد اتقبلها. راح تحترمها؟ احترمها. ما راح سواء انت تزعل ولا مني؟ غيرك، بالعكس لا. ما راح تزعل؟ لا شنو يكون؟ إذا شفت وجهة نظر الجمهور راح تحترمها ولا لا؟ لا احترمها اكيد. خلينا نشوف. الفنان أحمد حسين اللي شارك ستار أكاديمي أكيد تعرفه. اي كان زميلي انا بالمعهد. إيش رأيك فيه؟ والله هو خوش ولد بس ما ينفع انه يغني. والله الفنان احمد حسين بصراحه لا صوت هل المعهد العالي في الموسيقى؟ لا تمثيل. إيه ماخذين إحنا كذي ما ادري ايش اقول يعني ليش صار كارير ما يشارك بالارض. الفنان أحمد حسين. ما سوي شيء سوي. يعني صراحة نشاز. أنا باختصار يعني نشاز خسرنا فلوس. نشاز ماكو يعني ما رفع اسم الكويت خسرنا مسجات على الفاضي يعني ما سوى شيء حق ديرته بس. والله يمكن يطلع منه تمثيل بس انا اقول لك يعني كفن ما طلع منه بس ترى ولا هم التمثيل ما راح يفيد فيه. انا كشخصيته هو اساسا ما تصلح لا حق غنى ولا حق تمثيل. كفنان والله ما اعترف يعني تكون احسن. لا من الغازيه والله انا احمد حسين يعني اذا راح صار اكاديمي ما فلح. يعني حتى لو راح جرب نفسه يعني انه يغني هم ما فلح. يعني شغله ما تجي بالطريقه هذه يعني لازم تكون عنده موهبه يعرف يغني ويعرف كذا. يعني ما تجي شغله وتجي بالساهل يعني. اما انه صح يعني صراحه يعني يهدد الاغاني ويتمكن يدرس مره ثانيه من اول جديد. نشوف نفسه يتمكن يفكر يدش ما يدش يفكر يدش. هذا نصيحتي له. والله انت قاعد تقول كفنان بس بالنسبه لي انا ما اعتبر فنان لان يعني اولا الغنى يبي له اداء يبي له صوت يعني ولا صوت ولا اداء. وهناك ستار اكاديمي هو مو رايح يعني يتعلم رايح يعني يلعب ويتمسخر يعني فلا ما اعتبره فنان. وكان بمعهد يعني كان هو يدرس بمعهد العالي في الموسيقيه كان بدراسه يعني جيده وكان يعني لو خالص هني لو مخلص من العالي وهني ممكن يطلع فنان بس انه هو قطع المعهد كذي يعني انا ما اعتبره فنان ولا راح يصير فنان. والله يعني مغرور وما يصيرش يكون ستاري. كلمة ستار المفروض ستار بوكس لكن مش ستار اكاديمي خالص.